هو انت ازاي بتسحر كده اللي حواليك؟ هقولك من الاختبار ده. قولي اول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي ايه؟ كلنا مميزين بطريقة ما، كل واحد مننا عنده صفات إيجابية مختلفة ومتنوعة، بس في صفات عالمية مشتركة ما بين الجميع. الاختبارات النفسية بتركز على النقطة دي، وإن هي تعرف تلاقي صفات الشخصية اللي زي دي. ممكن بالنسبة لك قوي الميزة اللي اكتشفها أو اللي هيكتشفها وهتعرفها دلوقتي في الاختبار ما تتفاجئش بيها، بس في ناس على العكس خالص بيشوفوا إن الصفة الشخصية اللي اكتشفها الاختبار ده مش مألوفة وغير عادية خالص بالنسبة لهم. بص للصورة كويس جدا وقولي أول حاجة عينك جت عليها في الصورة دي هي إيه، وما تنسوش تكتبوا في الكومنتات قبل ما تسمعوا التحليل. لو شفت امرأة مع مظلة تالفة أو بايظة، انت بتأثر الناس بحس الدعابة اللي عندك، وعندك قدرة هايلة جدا انك انت تعرف تخرج من اصعب المواقف. انت دايما سبب الابتسام، تحاول تشوف العالم بموقف ايجابي، نص الكوباية المليان. ممكن على فكرة تكون دي صفات اصلا فطرية عندك، او ممكن تكون اخدتها من حد من والديك. مش مهم ان احنا نعرف هي منين، المهم ان انت عندك اصلا روح الدعابة. ده بيوضح تطوير القدرات الفكرية والعقل المرن. ممكن تفتخر جدا بالميزة الخاصة اللي عندك دي، ان مش كل الناس عندها الهدية دي اللي هي مصدر شريان الحياة في المواقف الصعبة. فعلا أثبتوا إن حس الدعابة مش بس بيحسن المزاج، دي كمان بتحسن المناعة، وده بيخلي الجسم أكتر مقاومة للأمراض المختلفة. وأكيد الناس حواليك عايزين يكونوا مشحونين بموهبتك علشان يحسوا بتحسن كبير. لو شفت امرأة مع مظلة كاملة، انت بتسحر الاخرين بلطفك يا لطيف. شخص حساس ومتعاطف، بتعرف تدعم اسرتك في الوقت المناسب، وده بيجذب ليك البيئة الحية. مع انك منفتح وقلبك طيب، بس انت بتعرف تدافع عن نفسك في الوقت المناسب. صعب جدا حد يخدعك او يضللك، بتشوف اللي مش صادق بوضوح جدا. كل ده بيديك فرصة اضافية علشان خاطر تكون على طبيعتك جدا. مش بتحاول ابدا انك انت تكون مزيف او تجمل نفسك او تخلي نفسك افضل من اللي انت عليه، وده السبب اللي الناس كتيرة جدا بتحبه فيك. لو شفت الزهور والعشب والسما، صفتك اللي بتسخر الاخرين هي صداقتك. انت بسيط وجذاب ومؤنس، وقادر انك انت تكون علاقات مستقرة ومستمرة على المدى الطويل مع اللي حواليك. نادر انك انت تاخد وقت انك انت تكون متضايق او مستاء او حتى غضبان، وللسبب ده محدش ابدا بيركز على الجوانب السلبية اللي عندك دايما ألفة روحية وتفاهم كده متبادل. في حالات النزاع انت بتتصرف كصانع سلام، وبتهدي اللي حواليك وتحاول انك انت تديهم نصايح حكيمة. معتقد ان الناس لازم تشارك الدفء والحب مع بعضهم البعض. لو شفت اول حاجة شكل الرجل المسن، من اكتر قدراتك سحر انك انت بتشوف العالم بشكل ايجابي جدا، فاهم الحياة كويس وبتعرف تحلل احداثها كويس جدا، مش بتدور ابدا على الحاجة اللي تتعبك، عارف بشكل واقعي كل اللي هيحصل. بس مع كل ده بتعرف تفهم ايه اللي هيحصل بتفاؤل وامل في مستقبل افضل ومشرق. تحب قوي الناس يكونوا حواليك، قادر انك انت تديهم الفرح وتخليهم واثقين جدا ان كل حاجة في الاخر هتكون كويسة. علشان كده ما تحاولش انك انت تضيع الوقت في تجارب ملهاش لازمة. هو وجودك اصلا بيرضي الاخرين، لانك بتتمتع بقدرة على تحويل مش بس وجهة نظرك الخاصة، كمان بتحويل رأي الناس من السلبي للايجابي. ده بيدي الناس امل وفرح. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات.